ونروح نشوف يومنا الحلو ده. صباح الفل يا حاج. ازاي حضرتك؟ خليك مرتاح خليك مرتاح. ممكن اصور مع حضرتك؟ تحت امرك. اسم حضرتك ايه؟ اسمي طارق جاد. طارق ايه؟ طارق جاد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. عندك كام سنة؟ 59 بلد. ربنا يدي حضرتك الصحة. بتعمل ايه هنا بقى قولي؟ والله فاتح المحل ده بتاع والدتي ووالدي، اه فجايب شويه سجاير كده بس ابدا فيهم لان كان عندي جلطه والحمد لله رب العالمين ربنا عافاني. بس طبعا كصنعه مش انا اساسا نقاش من البوليا، اه التهابات البوليا عامل لك مغسول وكراكري بس طبعا ما اقدرش دلوقتي ان انا اشتغل والحمد لله يعني ماشي. يعني بقالك كام سنة بتشتغل كده؟ بالنسبه للصنعه ديت لا الصنعه دي لسه من السنه دي بس. السنة دي بس؟ عند حضرتك أولاد؟ عندي اولاد يعني حضرتك مش عايشين معايا. وزوجتك فين؟ لا زوجتي توفت، اخر زوجه دي توفت، انما ام الولاد دي موجوده بس مطلقه من اكتر من 15 سنه. طيب أمال ولادك فين؟ موجودين بس مش بيزوروني. مش بيزوروك ازاي يعني؟ ما بيقوليش. ليه؟ هو ليه دي بقى بتاعت ربنا. هم طول ما كويسين مع والدتهم بابا ده مش مشكله. يعني ايه ازاي بابا مش مشكلة؟ ما بيسالوش عني خالص؟ خالص. كان الاول بصي يعني اقول ليل ونهار عندي، بس اول ما يتعاملوا مع امهم مثلا ويبقى المعامله كويسه بينهم بابا ده ما يجيش ما يقولوش ما يسالوش. ليه ده حضرتك الخير والبركة، ربنا يدي حضرتك الصحة وطولة العمر. سيبها غير كده يعني بتحسبها ليهم الظاهر ما لهمش الخافي، الخافي ده على الله. امال مين بيراعي حضرتك؟ ربنا. وبنتي ديت يعني ليا اختي وبنتي لان هي ما شافتش والدها. يعني حضرتك عايش مع أختك؟ لا انا عايش في لوحدي، كنت عايش عندها بس طبعا ليها زوج واولاد وكده فمش هينفع طبعا انا مش صغير، فجيت اجرت هنا شقه واوضه وصاله كده قاعد فيهم مع نفسي، بس بتودني وبتزورني وهي اللي بتعمل لي كل حاجه. يعني هي اللي بتخلي بالها من حضرتك وبتعمل لك كل حاجة. طب وحضرتك ليه ما طلبتش مثلا، ما بتتصلش بولادك، ما بتسألش عليهم يعني تردهم لحضنك تاني؟ ما ينفعش اصلهم مش صغيرين، مش اطفال مثلا هنقول ده ما يعرفوش حاجه، لا الكبير عنده بتاع 34 سنه والبنت اكتر من 24 سنه. بتحبهم لسه ولا زعلان منهم؟ لا زعلان طبعا، انما ما فيش حد يعني ما فيش اب ولا ام بيكرهوا ضناهم، استحاله مهما عمل. ايوه يعني يعني انا بسأل حضرتك بتحبهم يعني ما فيش اب او ام بيكرهوا ضناهم، حضرتك بقى بتحبهم؟ ما هو باللي بيعملوش بحبهم، باللي بيعملوش بحبهم زي الناس. لا مش طيبه، ملهاش دعوه بالطيبه. من كان لله دام واتصل ومن كان لغير الله انقطع وانفصل. طالما ما فيهاش لربنا، لو هو اصل مش ملاك ولا انا ملاك، وانا ليا اخطائي طبعا، بس في اخطاء ما تخربش دنيا وفي اخطاء او خطا بسيط يخرب الدنيا كلها. انا يقينا ما فيش خطا عملته ماشي او حتى لو ما زلت بعمله يخرب الدنيا. يعني مهما اكون بقسى عليك مش بزعلك قوي، انما انتوا بتزعلوني قوي. يعني هم كل اللي حضرتك مزعل حضرتك منهم ان هم ما بيسألوش على حضرتك؟ هو ملوش اسباب، ما هو ملوش اسباب يعني. عفوا ابني كان مثلا في حضني جنب مني من اكتر من 4 سنين، كان معايا ليل ونهار. ليه؟ كان في الفتره دي هو في مشاكل مع والدته وبراضي مش هقول لك، بس مهما اديت ده برضه ضنايا. يا بابا لا خليه معاك، خلي كذا معاك، ارقام يعني مش طبعا مش هقول كام بس ارقام يعني، مش مثلا نقول ده طفل، لا ده راجل متجوز وعنده اولاد براضيه. واكني كنت بحسبها اكني هجيب صنايعي غريب ماشي، حتى لو هو قاعد على كرسي زي حالتي كده هو اولى. مفيش بعد يعني اخر حاجه انت معايا اهو، فجاه اختفى. يشوفني عمل فيها الشيخ حسني، يعني انا بيني وبينه بالظبط كده بتاع متر، اول ما عينه جت في قرع عمل كده، والله هذا حصل. ما سألتوش ليه كده؟ خلاص ما فيش يا حضرتك، الجواب بيبان من عنوانه يعني. انا ماليش رغبه ان انظر لحضرتك، معلش مش طب حضرتك بتصرف منين؟
بصرف في الصنعه ديت، وانا كنت الحمد لله برضه عامل، لان انا كان عندي ورشه. بس انا والدتي اللي توفت ديت رحمه الله عليها، انا بعت ورشتي ب 210,000. مجرد فكره، انا ما كانش عندي بضاعه ابيعها، انا بعت فكره. انا كنت عامل حاجه اسمها منشر هزاز، منشر بنشر عليه المابوليا بتاعتي. كان لا مؤاخذه يعني ايه، بس مش هوصفه عشان برضه ما حدش يعمله، لان ما حدش هيعمله. الفكره دي انا صنعتها بنفسي، وجبت حداد بقيت اشرح له، وجبت موتور حداف وبتاع، على سبيل ان اللاكيه العادي بشغله اكني ابويا فرن. تلتين ساعه كان بيعضم ينشف. هو لاكيه المفروض ياخد اقل حاجه حتى في جو كويس 16 ساعه، انا كان في نص ساعه ممكن اشطب شغل. اوضه اطفال يعني ما شاء الله، اوضه اطفال كنت ممكن امسكها الصبح اخر النهار بتشطب. طيب انا عايز اسال حضرتك على حاجه، انت بتاخد معاش؟ تكافل وكرامه. تكافل وكرامه قد ايه بقى؟ رقم يعني معلش عفوا، حق سندوتشين. طب حضرتك بتاخد علاج؟ اه، بالعبيط. يعني المعاش بيكفي العلاج ولا بيكفي العيشه؟ وعندي كسور في الشريان التاجي، وضغط وسكر بقى والحاجات اللي عندنا، بس انا زي القرد الحمد لله رب. ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. يعني حضرتك راضي؟ طبعا اكيد راضي، واللي يرضى برضا الله سبحانه وتعالى بيغنيه عن كل الدنيا. طيب بص حضرتك، في ناس كتيره قوي ربنا انعم عليهم بنعم كتيره قوي، ومع ذلك مش راضيين وما يعرفوش يعني ايه رضا. ممكن بقى من خلال حضرتك تعلمنا يعني ايه رضا؟ الرضا من يعني الواحد ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا ما اخترناش احنا حاجه خالص، ماشي؟ لا، ده هو مش هو اختار لنا، احنا اخترنا كل حاجه، ماشي؟ فالرضا ده جاي بيبقى هبه من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن يبقى مش عندك حاجه، بس انت النفسيه مرضيه، عشان انت باصه للاله، باصه لربنا، باصه للاخره. البيت في الاخره مش هنا والله. احنا كنا هنا، والدي هنا من سنه 58، ماشي؟ كانوا بياخدوا اراضي واللي ما كانش بيرضى، وكان قوي يعني عفوا زمان في المنطقه دي القوي كان ممكن يستولى على دنيا بحالها. وناس هنا حاليا عايشه ما زالت لغايه دلوقتي، نهبوا كتير بس اخرتهم والعياذ بالله. كان والدي يقول لي بيتنا في الاخره، اعمل تربه وما اعملش عماره. ربنا يرحمه ويدي حضرتك الصحة وطول عمره يراضيك يا رب. في البيت ده اه، المحلات دي، لكن الجزاره بتاعت والدي والتانيه دي بقاله. ربنا يوسع عليكم يا رب. وانا بجد اتشرفت بحضرتك ومبسوطه ان انا صورت مع حضرتك، وزي ما حضرتك كده اديتني يعني شرف ان انا اصور مع حضرتك. ممكن بس اقدم لحضرتك هديه بسيطه من SMA1 ومؤسسه ديارنا تقبلها مني؟ معلش انا اقول لحضرتك على حاجه، بس دي يعني ايه، لوجه الله تعالى. اللي هي صديق كده اسمه عم سامي، هو حد اكبر مني في السن، حد جميل وطيب جدا ومريض. فانا ممكن استغنى عن دي، بس نروح لحضرتك تصوري معاه واعطيه الجايزه دي. هروح طبعا، ده كلامك اوامر، يعني كلامك اوامر، بس اقبل مني الهديه دي ونروح له سوا. انا مين اللي عم سامي؟ ما انا هديله هديه تانية. دي ده انا زي بنت حضرتك، اقبلها مني. جزاك الله خير، وربنا يبارك في حضرتك ويديك الصحة والعافية وطولة العمر ويرضيك يا رب. يلا بينا بقى نروح لعم سامي. يلا اتفضل، يلا بينا. السلام عليكم يا عم سامي.